في آخر الشارع القديم كان في بيت معروف بين الناس بالبيت رقم 6. البيت فخم كبير لكنه غارق في الغموض. الجيران بيتكلموا عنه بحذر، بيقولوا إن أي عيلة تسكن فيه تختفي، وبالليل أصوات غريبة بتتسمع، خطوات ثقيلة، صرير أبوابي، وبكاء مكتوم. عائلة صغيرة اشترت البيت بسعر رخيص جدا، الأب حسام، الأم منى، والطفلة سارة. فرحتهم كانت كبيرة إنهم أخيراً لقوا بيت واسع، لكن أول ما دخلوا ريحة رطوبة خانقة وأبواب بترقرق من غير هوا. منى قالت بخوف يمكن عشان البيت مقفول من زمان. في نص الليل حسام صحى على صوت كأن في حد بيمشي في الأبو. فتح الباب وسمع الخطوات جاية على السلم، لكن لما مسك المصباح ونزل ملقاش أي حد، مجرد برد شديد وصوت همسة خافتة. اطلعني. الطفلة سارة قالت لمامتها ماما في ست واقفة عند الشباك بتضحك لي. منى ارتبكت انتي بتحلمي يا حبيبتي. لكن في الصبح لقت علامة ايد مبلولة جوه الشباك. العلامة كانت كبيرة وايد سارة صغيرة جدا. حسام قرر يفتش الأبو، لقى جدار مرسوم عليه رموز غريبة باللون الأحمر الغامق أقرب للدم، ولقى صندوق خشبي مقفول بسلاسل صدئة. لما قرب منه الهواء اتجمد وصوت أنثوي ملوش مصدر قال حررني. منى حلمت إنها في ممر طويل مظلم، جدرانه مليانة أيدي بتتحرك. الممر قادها لصندوق القبو، وفجأة غطى الصندوق اتفتح وخرجت منه إيد سوداء مسكتها بشدة. صحيت بتصرخ ولاقت على ذراعها نفس العلامة السوداء. جارهم عم صابر جه يزورهم وقال خدوا بالكم، البيت ده كان بتاع ست اسمها خديجة، اتقتل تضم ودفنوها هنا. من يومها روحها مش بترتاح، أي حد يسكن بيبقى ضحية بدلها. منى اتخضت، لكن حسام سخر وقال خرافات. حسام ما استحملش الفضول، نزل القبو وكسر السلاسل. بمجرد ما فتح البيت كله اتهز، خرج دخان أسود ثقيل من الصندوق. الدخان اتحول لشكل ست شعرها مبلول ووشها مش باين. صوتها جهور قال دلوقتي دوركم. من اللحظة دي سارة ما بقتش هي، بقت بتتكلم بصوت تقيل غريب، بتكتب على الحيطان رموز زي اللي في الأبو. منى كانت بتسمع صوت سارة بالليل بتضحك مع حد في أوضتها، لكنها كانت لوحدها. منى قررت تهرب هي وسارة، لكن أول ما وصلتوا للباب الرئيسي الباب اتقفل بقوة. الأنوار ولعت وطفت بسرعة، وصوت الست قال محدش بيخرج إلا وأنا معاه. الجار عم صابر جاب شيخ علشان يعمل طرد للروح. الشيخ قرأ آيات، لكن البيت كله اتحول لعاصفة. الأبواب اتكسرت، الزجاج وقع، والشيخ اتخنق فجأة وقع ميت. والصوت الأنثوي ضحك ضحكة مرعبة رجت الجدران. بعد أيام الجيران لاحظوا إن البيت بقى ساكت. العيلة اختفت، ولا حسام ولا منى ولا سارة بان لهم أثر. لكن بالليل الشبابيك بتنور، وصوت سارة بيتسمع من بعيد وهي بتغني ماما تعالي لعبي معايا. ومن يومها محدش قرب من البيت رقم 6.